اكتر موقف اتظلمت فيه يعني ما خدتش حقي في التعليم، بس كان نفسي اكمل تعليمي لحد الاخر بس ما خدتش حقي في التعليم. يعني الظروف كانت وحشه. لا اتظلمت كتير ما شاء الله عليا يعني. انا بالظلم نفسي. لا الظلم من في اعمالي من اقرب الاقربين يعني. دايما عمليات نصب واحتيال وكده، وانا سايبها على الله يعني، كل حاجه على الله يعني. حسابي هاخده يعني، مش هاخده في الدنيا هاخده في الاخره ان شاء الله. يعني عمليات كلها ماديه يعني، فلوس كتيره ماديه يعني. قريب منك؟ قريبين مني انا كنت مسافر بره يعني، في دبي وقعدت 20 سنه في الامارات، وجيت طبعا معايا فلوس كويسه يعني، فالحمد لله. كنت بعمل المعاش بتاعي وتعبوني حوالي بتاع سنه بالظبط على ما اخدت المعاش. دوخوني يعني من هنا لهنا لهنا، وعشان ايه؟ عشان حاجه بسيطه في الاخر خالص خلصوها لي. واحده مسكتها وخلصتها، كانت مخبيه الورق بتاعي في الدرج بتاع المكتب. انت اتظلمت يعني في كده؟ وشالوا لي سنه من المعاش بتاعي. هي مواقف، بس اكتر حاجه لما كنت بقدم في شغل تبع وظيفه تبع رئيس الجمهوريه، واتقالت لي وش يعني مش هينفع، انت من اسره بسيطه واحنا ما بنعملش الا من الاخر. كان ايامها استاذ زكريا عزمي الله يمسيه بالخير. حصل موقف معين حد ظلمني فيه؟ لا ربنا يكفينا شر الظلم والظلمات. حد ظلمتش؟ لا عادي يعني، الدنيا ماشي الحال. لا الحمد لله ما ظلمت انا في حياتي، ما حسيت بظلم نهائي في حياتي. لا الحمد لله. هو بالظلم كتير يعني، زباين كتير بتعمل شغل وتقول لي ابقى لك واروح اجيب لك فلوس وتيجي تاخد بعدها وتمشي. اكتر موقف اتظلمت فيه في شغلي. في شغلي كنت انا ماسك موظف ريسبشن في فندق 3 نجوم، و واحد جت من عايز واحد صاحبي، يعني الموضوع جاي من عايز واحد صاحبي اتكلم عليا، وكنت انا في اليومين دول ايام في البيت واتكلم عليا كلام مش صح يعني، وفي الاخر اكتشفوا ان انا فعلا مظلوم يعني. كان اليوم ده كان يوم حزين بالنسبه لي. الناس كانوا صحابي جدا، و يعني زي خانوني او عملوا حاجه مشكله كبيره من ورايا في قفيه يعني. هو المعاش انت اما تشقى ويطلع عينك وتيجي تبص تلاقي 1100 1050 جنيه، يعملوا ايه؟ الحمد لله. هيعملوا ايه؟ كفوا ايه؟ هو بالظلم، هي مسؤوليه. مسؤوليه. بالظلم مسؤوليه. عندي اخوات توفوا وانا قاعد، بس اليوم عيال شويه كنت بمشي معاهم، بس شويه حراميه لا، شويه يعني في المشي يشربوا وكلام من ده. اتظلمت فيه؟ لا الحمد لله لغايه دلوقتي يعني حتى المواقف بتبقى بسيطه، بس يعني مش ظلم القهر يعني اللي الواحد مثلا يقدر ياخد فيه موقف او يتعب بسببه او كلام. لا المواقف العاديه اللي هي بتحصل في الشغل، بتحصل في الحياه اليوميه، ما فيش الكلام ده الحمد لله يعني. اتظلمت؟ لا كتير. كتير يعني. يعني افتكر بس الكلام ده من فتره كبيره قوي يعني. كنا شغالين في مكان والمكان ده اتسرق، واتهمونا احنا اللي شغالين في المكان ده، واتبهدلنا جدا جدا 3 ايام. كانت بهدله بمعنى الكلمه يعني، باهانه وكده. وفي الاخر مسكوا اللي سرق المكان، واتضح ان احنا اتظلمنا واتقال لنا معلش اسفين بس. محدش ظلمني، حاسس ان انا ظلمت نفسي بس.
تقصير بحق نفسي بس في بعض الوقت، بس الحمد لله يعني زي ما تقول كده فقت خلاص. في المدرسة كنت قاعد في حالي وانا قاعد على الدكة كده، يوم الامتحانات عيل اتهمني في حاجة وانا ما عملتهاش، ضربني وانا قاعد، راح ضربني في قلبي وغميت عليا. اليوم ده كان بيقول ايه؟ انا كنت عملت له حاجة عيب. العيال كانت في الفصل، قلت لهم انا عملته، قالوا لي لا المستر مش مصدق عشان الواد ايه؟ امه بتديله فلوس. الواد مستر مش مصدق، نزلنا البتاع فضلت احلف ومش مصدقني كده، انت كداب. جبت العيال اللي في الفصل طلعت انا سادي وطلعت بره الحمد لله. كنت هترفني. مواقف كتير، بس اكتر موقف اتظلمت فيه لما احس ان اخويا هو اللي بيجي عليك، هو اللي وقف ضدك. تمام؟ لما الاخ يعمل كده، تخيل ابن الغريب. مشاكل برضه، مشاكل الحياه جامده. ما عادش في حد في قلبه الطيبه زي بتاعت زمان او الرحمه بتاعت زمان. كله بيقول لك يلا نفسي، حتى لو اخوك صدقني هيجي عليك، مفيش مشكله. المهم هو نفسه. لا على موقف الظلم كتير. زي الظلم مالي الدنيا. انت موقف انت اتعرضت ليه ظلم جامد قوي كتير قوي افتكر ايه ولا ايه ولا ايه. في شغلي، في اول شغلي كنت في مستشفى معينه في سوهاج، وكنت طالع وشاطر وانا من البلد دي اصلا. فالناس الكبار اتجمعوا عليا كلهم عشان ينقلوني عشان ما اشتغلش في البلد دي، ونقلوني مستشفى احمد ماهر هنا. نفس الحكايه قابلتني في احمد ماهر. ده كويس، ده كله تجمعات دي. اكتر حاجه بتضايقك الظلم في الشغل. اتظلمت اقول لك. شاركت اخويا الكبير دوت بتاع 15 سنه، كنا بنبيع جمله مع بعض. وبعد كده اختلفنا برضو بسبب الحريم، وبعد كده فضينا الشركه. فهو المكتب اللي فوق دوت احنا بنبيع فيه جمله كنا سوا. لما جينا اختلفنا وفضينا الشركه، خد البضاعه وخد الزباين وخد الفلوس وطلعنا انا ايه؟ زي ما انت قلت كده، صليت ملتي. وربنا عوض عليا وخلف عليا طبعا، وبقيت انا اشتغل لوحدي. وبقى الفلوس اللي انا اليوم مفروض من يوم ما فضينا الشركه كل واحد ياخد فلوسه معروف. قال لي لا فلوسك دي هديها لك انا بقى حاجه في حاجه كده. يا عم ماشي، خدت الزباين وخدت المكتب وخدت كل حاجه، روح الله يسهل لك والله يسهل. بس انا من جوايا مش راضي. فجه ربنا سبحانه وتعالى عوض عليا، خدت مخزن تاني هنا، وبقيت انا الناس زمان كلها لما عرفت القصه اللي كانت بتاخد مني ومنه سابوه بقى ياخدوا مني انا وما ياخدوش مني. فربنا عوض والحمد لله. اتظلمت فين؟ اتظلمت، كنت متجوز واحده وظلمتني، وربنا بعد كده فتح عليا واحده تانيه وربنا اداني بقى. والله لا كتير وبفوت يعني كتير 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 كتير. يعني انا مره واحد من المرات لا مؤاخذه جاب الطقم بتاعه مفصله، يعني زي البوليس. انا بقولها علني كده، في ناس كويسه وفي ناس لا مش كويسه، كل شغله فيها كويس. اكتر موقف اتظلمت فيه ان انا اكل عيش مع حد واكون خالص له باخلاص، ويجي في الاخر عشان يصفي عرقي ياكل عرقي، يقول لي مالكش حاجه عندي.